أنا بشكركم جدا وبخص في الشغل لجنة التضامن، ويعني أنا بصراحة شايفاها إنها مناسبة جيدة جدا إن إحنا نتعرف على شباب إسماعيلية الواعي، وإن إحنا كلنا نقرأ مع بعض الدستور، وفعلا هو ده اللي حصل. وكان يعني كل يوم بنتعرف على شباب أكتر، كل يوم بنتعرف على أشخاص إسماعيلية عندهم وعي وعندهم يعني عطاء. فأنا شايفة إن ده مكسب كبير جدا. أنا بحيي حركة تضامن وبشكرها، وأنا ممكن أذكر بس 4 أسماء عشان أنا يعني كنت عايزة أخص بالشكر بصراحة، بس الأسماء مش قدامي. اللي أعرف منهم الأستاذ عبد الله كنزي أشكره، الأستاذ محمود نبيل، الأستاذ محمد موسى، الأستاذة فاطمة الزهراء، وبشكر الأعضاء اللي حضروا من لجنة ال50، وبخص بالشكر الأستاذ عطوة والأستاذ كزار وحزب النور، وإحنا كلنا سعداء إن إحنا قريناهم وقعدنا معاهم وناقشنا معاهم، وقد إيه كانت المناقشات بتاعتنا ودودة وجميلة، على عكس ما كان جوايا أنا شخصيا. كنت يعني دايما بخاف كده حزب النور، لا أخاف منهم. لما قربت منهم شعرت إن هم منفتحين وإن هم بيتناقشوا وبياخدوا بإيدهم وبيحاولوا يقنعوا الآخر وبيحترموا رأي الآخر، فأنا بحييهم وبشكرهم. أشكر الأنسة نعمان، بصراحة أنا بعتبر إن هي بالنسبة لسنها وبالنسبة لخبراتها إنسانة رائعة جدا، والتزامها بالحدود كان شيء رائع جدا. أنا بحيي نعمان وبقول إن نعمان وأمثالها هيكونوا نماذج مشرفة للإسماعيلية. بالنسبة أهم نقطة عندي في لجنة الدستور، أنا بالنسبة لي أنا كمواطنة مصرية، مادة إن يجب أن تذكر حدود قناة السويس، وأن مصر لها السيادة على قناة السويس، وإن هناك من الجانبين ما لا يقل عن 20 كيلومتر يجب أن يكون ملكية عامة، لا يجوز لأي سلطة منتخبة أو غيرها المساس في هذه الأرض. طبعا إحنا بنقول النقطة دي لأن إحنا علينا من مشروع محور قناة السويس اللي كان المعيب المؤامرة اللي بعتبره مؤامرة على مصر كلها، اللي كان هيقسم مصر ويخلي منطقة قناة السويس كلها منطقة خاصة لوحدها وليها قوانين لوحدها وليها شهر عقاري لوحدها، ومصر في دنيا تانية. وده كان بداية لتقسيم مصر الحقيقي اللي بتسعى إليه الدول الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، والدول اللي احنا يعني لازم ناخد بالنا منها، لأن هم قبل كده كانوا مستعمرين القناة سواء إنجلترا وفرنسا أو غيرهم، كانوا حاربوه ووقعوه في أخطاء ويحاربونا في 56 و67 وهزمونا، لكن بإذن الله وبإرادة الشعب المصري انتصرنا في 73 واستعدنا الأرض. فأنا بقول إن إحنا لينا عدو صهيوني ولازم نخلي بالنا منه، وإن قناة السويس دي حاجة يعني ثروة، حاجة بريشيوس يعني بيقول عليها ثروة ثمينة، يجب إن إحنا نحافظ عليها ونخلي بالنا دايما من قناة السويس ومن منطقة قناة السويس، وطبعا سيناء معانا. فأنا بطالب وده أنا هكتبه وهبعته بإضافة مادة في الدستور أن تكون قناة السويس ذات السيادة المصرية، ملكية عامة، لا يجوز المساس بحدودها التي لا تقل عن 20 كيلو من كلا الجانبين. دي أول نقطة وأهم نقطة بالنسبة لي. طبعا أنا في سيدات كتير بعتوا لي قالوا لي أنت بتعملي بتشتغلي في لجنة الدستور في إسماعيلية، إحنا عايزين الكوتا بتاعت المرأة. وده اقتراح قالوا إن المرأة مهمشة، سواء كان النظام الانتخابي قايمة أو فردي، فالمرأة مهمشة. والمرأة ما بتقدرش تنزل وتدفع ملايين الجنيهات عشان ما نبقاش مبالغين يعني أنا في حد قابلني قال لي أنا دفعت 1.5 مليون وما نجحتش من أبطال الحزب الوطني السابق يعني. فأنا بصراحة ذهلت يعني هل الانتخابات بهذه الدرجة بيتم إنفاق مبالغ عالية جدا؟ طب اللي بيدفع 1.5 مليون ده يا ترى منتظر يكسب قد إيه من مجلس الشعب؟ وهل اللي بيدفع 1.5 مليون ده وسط الناس عامل؟ وأنا يعني في هناك عمال كتير قوي عندهم وعي وعندهم ثقافة وعندهم وطنية وعندهم ارتباط بالأرض وعندهم
شرف وعندهم كلمه حره، يعني هو ده مش المقياس.